معكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. بجد مميزة، تحفة، تجنن. هي فراخ معانا لا مسلوقة ولا مقلية، بس النكهة فيها 1000000%. النكهة فيها مميزة جدا، طعمها رهيب. وزي ما قلتلك هي لا مسلوقة ولا مقلية، بس هي فراخ بطعم اول مره تجربيها. معايا هنا فراخ غسلتها كويس جدا ونقعتها في المحلول الملح او المحلول النقع، وحطيتها شلت منها الجلد بالطريقه دي. وهجيب هنا حله وحطيت فيها الفراخ بتاعتي مقطعاها 4، ممكن تقطعيها 8 حسب ما انت حابه. حطيت فيها عليها شرايح من البصل، توم مفروم، طماطم شرايح، فلفل شرايح. حطيت شويه من الملح، وحطيت شويه من الفلفل الاسود. وكمان هنضيف هنا شوية من الجنزبيل. انا هنا بحط الملح بتاعي والجنزبيل فريش علشان بيبقى طعمه احلى. وكمان الوصفة دي وصفة هندية زي ما انتم شايفين كده. انا بحط هنا الزنجبيل الفريش بيكون مفروم كده، انا بحتفظ بيه في الفريزر في برطمان، وقت ما بحتاجه بطلع قطعة منه. بحط هنا شوية من مرقة الدجاج، وكمان بحط شوية من بهارات الفراخ. هقلب كل الكلام ده مع كمان شوية من الشطة، في شطة اللي هي بتكون مش ناعمة قوي، علشان الشطة اللي مش ناعمة قوي دي بتبقى سبايسي شوية عن الناعمة. او انا بجيب اللي هي القرون الشطة الناشفة وبطحنها في البيت. يفضل طبعا ان اسيب الفراخ في التتبيلة دي حوالي ساعة ساعتين، يعني اسيبها شوية كده علشان تاخد الطعم والنكهة اللي موجودة في التوابل والخضار. بعد كده بجيبها من غير مية خالص وبحطها على النار. هي بتنزل شوية المية بتاعها وانا عايزاها تتشرب المية دي. انا مش عايزة الفراخ بتاعتي تكون مهرية، بس تكون مستوية، لاني لسه هعمل فيها مرحلة كمان تانية، وهي كده هتتم في المرحلة التانية دي ان هي تتم السوا. زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتي اهي مستوية، وبسيبها ما بحطلهاش مية خالص، بحطها كده في المية بتاعتها هي تتشربها. معايا هنا مجموعة من التوابل عبارة عن ملح، فلفل اسود، شوية من حبهان المطحون، بحط كمان شوية من البابريكا المدخنة، شوية من الكاري، شوية من الكركم، مرق الدجاج، 7 بهارات. بحط جنزبيل فريش حوالي معلقة صغيرة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وبيضة واحدة. وبجيب هنا عصير ليمونتين، وبضيف كمان شوية من الشطة. التوابل بتاعتي تاني هنقولها مع بعض. حطيت مرق دجاج بودر، بحط بهارات فراخ، بحط كاري، وبحط كركم علشان يديلي لون وطعم حلو. وبحط كمان رشة من الفلفل الاسود، شوية من الشطة، شوية من الحبهان المطحون، مع بيضة، ومع عصير 2 ليمونة، ومعلقة كبيرة من الثوم الفريش المفروم، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل. وبشيل بس البذور بتاعة الليمون كده. ودي الخلطة بجد رهيبة. أول مرة على اليوتيوب أو على السوشيال ميديا عامة، بجد الوصفة تحفة. كده خلاص بجيب هنا معلقة كبيرة كده من النشا، وبقلب كل الكلام ده مع بعضه. التتبيلة دي تحفة يا جماعة، والله العظيم بجد بتاخد الفراخ لحتة تانية خالص. بجد انت هتعملي الوصفة دي هتتأكدي ان اول مرة تاكلي فراخ بالطعامة دي، او ان اول مرة انت تاكلي بفراخ مختلفة عن احنا متعودين عليها. زي ما انتم شايفين كده الفراخ خلاص اهيت اللي احنا سلقناها في مع الخضار، تمام. او خليناها كده تتشرب شوية من التتبيلة اللي كانت موجودة فيها. احنا طبعا ما سلقناهاش بمية خالص، احنا سيبناها تنزل السوائل اللي فيها مع السوائل بتاعة الخضار وتاخد النكهة بتاعتهم. بعد ما سبتها بردت حطيتها في التتبيله اللي احنا عملناها دي. بجد شايفين القوام بيبقى تقيل بالطريقه دي. احنا حطينا مفيش سوائل خالص غير عصير الليمون مع البيضه مع كل التوابل اللي احنا قلناها، مع معلقه كبيره من النشا. بجيب بقى زيت تغذير وبحمر فيه الفراخ التحفه دي. شايفين بتبقى لونها تحفه، وفيها طبقه
كريسبي، ليها طعم مميز، طعم رهيب بجد. انا بعشقها وبعملها على طول، ولادي بيتجننوا عليها. فعلا ليها طعم مختلف جدا، اول مره بجد نجربها. من يوم ما جربتها ودقتها وانا بعملها على طول. قدمتها هنا بقى مع شويه من الرز البسمتي. اي طريقه انت حابه تعمليها. وزي ما انتم شايفين كده الفراخ لونها تحفه وشكلها يجنن وطعمها رهيب. اقسم بالله انا اول مره اقسم لكم ان هي طعمها يجنن، لازم تجربوها بجد. وصفة حلوة ومختلفة ومميزة وحلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده انا هنا بزين بقى الطبق بتاعي بالشكل التحفة ده. شكله طبعا بيتكلم عن نفسه يا جماعة. يا ريت تحطوا لي لايك وكومنت حلو كده منكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. وزي ما انا بتعب بالفيديو كتير جدا، والله العظيم بتعب جدا جدا ومش بلاقي فيه اي تفاعل. فيا ريت يا ريت يا ريت تفعلوا على الفيديوهات بتاعتي وتحطوا لي كومنت حلو كده منكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. ويا ريت كمان تنزلوا لي تطبيقاتكم، في ناس بتبعتها لي على الخاص. انا هنا حمرت شوية بصل وزينت بيه الوصفة بتاعتنا. تعالوا بقى بينا نشوف بقى الفراخ التحفة دي. شايفين لونها تحفة ما شاء الله، اللهم بارك. الوصفة تجنن، عاوزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها. واشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة، وباي باي.